مرحبا بالجميع. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم مخطط سري خطير يستهدف الجزائر، حيث عقد اجتماع يوم الأربعاء 26 مارس ضم مسؤولين من المخابرات الفرنسية والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس وبشير طرطاق والفريق توفيق وبعض الأحزاب السياسية التي لديها ارتباطات بالخارج حسب مصادر الشروق نيوز. وكان من مخرجات الاجتماع إيجاد خارطة طريق للمرحلة القادمة، هدفها تقديم تنازلات لفرنسا وحل البرلمان بغرفتيه والاستقالة الفورية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومنه الدخول في فراغ دستوري على أن يرأس المرحلة الانتقالية اليمين زروال، ويتحصل الفريق توفيق على منصب مستشار أمني للرئيس ليصبح الحاكم الفعلي بالتنسيق مع فرنسا في هذه المرحلة الانتقالية. كما يهدف المخطط إلى تحريك النعرات الجهوية في الوسط والجنوب لانتشار الفوضى والاحتجاجات على شاكلة السيناريو الليبي أو السيناريو الفنزويلي، كتكوين حكومة محلية وأخرى معترف بها في الخارج بمباركة بعض وسائل الإعلام الوطنية الناطقة بالعربية والفرنسية. الهدف هو إفلات الزمرة الحاكمة المرفوضة شعبيا من الحساب. الاجتماع عقد مباشرة بعد دعوة الجيش لتطبيق المادة 102 من الدستور. في خضم هذه التجاذبات تكرر الاجتماع اليوم 30 مارس بين الفريق توفيق والرئيس السابق اليمين زروال على مستوى إقامة توفيق للانطلاق في تنفيذ الخطة، غير أن الرئيس زروال تفطن للمخطط ورفض وغادر نحو باتنا. وذكرت المصادر أن الجيش يتابع عن كثب هذه الدسائس ولن يرضى بالمساس بأمن واستقرار البلاد، ولذلك عقد السبت اجتماع قيادة الأركان لترد عن هذه التصرفات، في وقت لا يزال الاجتماع متواصلا لغاية الآن. لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك.